السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. من اغرب القصص اللي وقعت في طنجة وكيرويها وكيل النيابة. واحد النهار جالس خدام في البيرو ديالو وعنده ملفات كثيره. دق عليه البوليسي اللي الحارس ديالو، قال لي واحد السيد باغي يشوفك ومصر انه يشوفك. ملي شافوا السيد مصر وباغي يشوفو دخلوا، قال لي دخلوا استقبلوا. قال لك من الهيئه ديالو كيبان جاي من الصحراء المغربيه. قال لي جلس تفضل مرحبا، شنو المشكل اللي عندك؟ قال لي انا جاي باغي نبلغ عن جريمه قتل، انا قتلت صاحبي ودفنته. وكيل النيابه تعجب، قال لي واش انت ما شربت حتى شي حاجه، ما واكلت حتى شي حاجه، ما عادي؟ قال لي انا ما شربت حتى شي حاجه، ما واكلت حتى شي حاجه، ما فيا والو، يعني ما سكران، ما داير مخدرات، ما في كلاس خانه لا حتى شي حاجه. قال لي ما فيا حتى شي حاجه. استغرب، جاتو في شكل انه غادي يجي وغادي يبلغ على راسو، والراجل باينه فيه يعني راجل مزيان ودرويش وعلى قد حاله. قال لي واخا، عاود لي شنو المشكل، كيفاش ارتكبتي هذه الجريمه؟ قال لي دابا تقريبا قربت نكمل عام باش جيت لطنجة، جيت من الصحراء نخدم على وليداتي، ولقيت خدمه وكريت في واحد البيت انا واحد السيد حتى هو معايا في الخدمه. كاري انا وياه كنصرفوا بجوجنا، كنخلصوا الكرا بجوجنا وغاديين، وكناخذوا من عند واحد مول الحانوت كنتقداو من عنده داكشي اللي خاصنا ديال الشهر حتى كنخلصوه. وانا اللي ضامن هذاك صاحبي، انا اللي مكلف به وضامنه. قلت ليه ها عطيه على حسابي راه غادي يخلصك. وبقينا هكاك غاديين مزيان. واحد الوقيته هذاك صاحبي اللي كاري معايا مبقاش بغى يخلص مول الحانوت، ومول الحانوت تيقول لي شوف راه السيد راه كيتقدى ما كيخلصش، وراه انت اللي ضامن، وراه نعرفك غير نتايا. تيجي عنده كيقول له علاش ما خلصتيش السيد، داير فينا غير الخير وكيعطينا حتى الاخر ديال الشهر، خلصو. تيقول ليه ماشي شغلك فيا، مني ليه. ولا كيتقدى داكشي بزايد، داكشي كتير، يعني حاجه محتاجه وحاجه ما عنده ما يدير بها. وبقى على هذا الحال، وانا كل مره كنقول ليه نعل الشيطان وسير خلص الراجل. تيقول ليه ماشي شغلك فيا، انا مني ليه ما غاديش نخلصه، وغادي نمشي في الكونجي لعند وليداتي وما غاديش نخلصه. وقال لي وانا بقى فيا الحال، وهذوك الفلوس كاملين اللي كنت جامع باش غادي في اخر العام غنمشي لبلادي ونمشي عند وليداتي وندي لهم داك المبلغ، خلصتهم على الراجل اللي كيتسلف. مشيت عطيتهم لمول الحانوت، قلت لي هاكا هاد الفلوس هادو انا نخلص الكريدي ديال صاحبي. صافي. وبقى كل مره كيتناقر معاه، تيقول لي علاش ما انايا دابا كلهم فلوسي خسرتهم على وديتك، علاش لي ما تخلصش الراجل وتعطيني رزقي؟ كيقول لي قال لي انا ما قلتش لك خلص عليا، منك اللي انت بغيتي تخلص شغلك هذاك، انا ما كنتش باغي نخلصه. وبقيت بحال هكاك، وبديت كنفكر انني ننتقم منه. قلت شنو ندير؟ غادي نقتله. وانا نشدو وهزيت الموس وقتلته، وهزيته وديته لواحد المقبره، ديته المقبره اللي كاينه تما في طنجة. ولقيت واحد القبر يلاه محفور. كما كتعرفوا الحفار ديال القبور كيحفر بعض المرات جوج ولا ثلاثه القبوره. لقى قبر محفور ودفنتو فيه. ايوا صافي، هي هذيك وكيل النيابه عيط على البوليس وداكشي جمعهم، قال لهم دابا غتمشيو ديروا تحريات، ديو هاد السيد هذا باش يوريكم الجثه ديال السيد اللي قاتل فين كاينه. داوه مشاو هما وياه المقبره، هو يوصل وراهم واحد القبر، قال لهم هاد القبر هذا فين دفنته، حيت انايا ضميري انبني ما بقيتش قادر نعيش بحال هكا.
بقاو كيقلبوه. هذاك البوليسي تبارك الله حتى هو طلع ذكي، لقى القبر حتى هو يلاه مدفون، ماشي قديم يعني كلامو صحيح، ولكن الحاجة اللي ما صحيحاش هو أنه القبر مقاد. يعني كيف ما كيقادوا مثلا مستحيل ان واحد اللي غادي يقاد القبر بهذيك الطريقه. نتوما عارفين القبور كيفاش كيكونوا مدفونين، يعني كتكون الرمله هكا مرتبه ومقاده، وهو لقى داك القبر مقاد. قال لي واش انت دفنتيه بوحدك؟ قال لي دفنته بوحدي. قال لي ما يمكنش غتكون انت مقاد القبر بهذه الطريقه هذه. قال لي لا، راه دفنته بوحدي. وهز واحد العصا عود غليظ وبقى كيحفر بها، كيحفر كيدخل داخل باش يشوف القبر واش مدفون غير بالتراب ولا داير اللي داك اللحد وداك. ملي بقى كيقلب بداك العود لقى داك العود قاس التابوت، قاس الصندوق. يعني السيد اللي مدفون ولا المراه ولا الله اعلم اللي مدفون في داك القبر مدفون في صندوق. عائلته غيكونوا جابوه من برا ولا علم الله منين جايبينه، لان راكم عارفين ملي كيكون مثلا شي حد مات في شي دوله وملي كيبغيو يدخلوه للمغرب كيدخلوه بالصندوق. ربما يكون مثلا هذاك مات في برا ولا هذا وجابوه دفنوه تمايا وداير ليه الصندوق. ملي هو ضرب بالعود اصطدم بالصندوق. قال لي هذا راه ماشي انت اللي قاتلو، هذا راه مداير ليه الصندوق. قال لي لا وقيلا هاد القبر، لا وقيلا هاد القبر لقى كاع القبور اللي تما يعني قدامين. بلا ما نطول عليكم، رجعوه لعند وكيل النيابه. قالوا ليه راه ما كاين حتى شي قبر اللي مدفون عشوائي، ولا هذاك اللي نعت لينا راه العائله ديالو وقيلا جاي من برا، راه ماشي هو. ويقول لهم عرفتي غادي تستعلموا على المقتول شكون هو، منين الاصل ديالو، شكون هو. داكشي اللي داروا، مشاو كيبحثوا على السيد اللي قاتل، السميه ديالو، فين ساكن، العنوان. مشاو للبلاصه اللي كان ساكن هو ويا فيها، كيدقوا ما لقاو حتى شي حد. بقاو كيسولوا عليه في الخدمه، والصدمه ان السيد اللي كان مقتول مازال حي، اللي كيدعي انه قتله مازال حي. جابوه كيقولوا له انت واش هو فلان؟ قال لهم كتعرف فلان؟ كيقول لهم كنعرفو، كان ساكن معايا. عندك معاه شي مشكل؟ قال لهم ما عندي معاه حتى شي مشكل. قالوا ليه علاش ما بقيتي ساكن معاه؟ قال لهم ما بقيتش ساكن معاه حيت كل مره مبرزطني، انايا خديت من عند مول الحانوت شي تقضيه وما بغيتش نخلصها، هو كل مره مبرزطني ما بغيتش نخلص ليه. ملي شفتو داير ليا هكاك خليته ومشيت سكنت في جهه اخرى. وكيل النيابه تفاجئ، ما فهم والو. البوليس تصدموا، كيفاش هذا مبلغ على راسو بجريمه قتل هو ما قاتلش السيد. هما يقابلوهم، جابوا الراجل اللي مفترض انه مقتول، وجابوا الراجل اللي مفروض انه قاتل. ملي لقاوهم بجوج بقى كيشوف فيه مصدوم، كيقول لي انا يا قتلته. تيقول لهم انا قتلته، كيفاش تبقى حي؟ ما يمكنش، انا قتلته ودفنته، كيفاش حتى بقى حي؟ جابوا ليه اطباء نفسيين واكتشفوا انه مريض نفسي. الراجل كان من واحد العائله، يعني ناس دراوش قلبهم بيض، ما عندهمش مع الحقد، ما عندهمش مع الكره، ما عندهمش، من قبيله معروفه في الصحراء المغربيه. ملي جا لطنجة وتعرف على هاد صاحبو اللي معاه في السكن وشافو كيفاش كينصب على مول الحانوت، ما تقبلش، جاتو بحال الصدمه، ما بغاش تدخل ليها لراسو، بحال جاه مرض نفسي، ما موالفش كيشوف هذاك الشيء. كان يعني في العروبيه ومولف لا بالمدينه لا بوالو، ما متعودش. بلا ما نطول عليكم، واش تخيل ان البوليس كيوليو هما يعاونوك باش انت تخرج، باش انت تكون براءه. ايوا راه وقعت في المغرب، باش انت تكون براءه هما يعاونوك وكيقولوا لك لا راك ما قتلتيش، راك غير جاوك تهيؤات وتخيلات، راه السيد ها هو مازال حي.
وداروا ليه حصص ديال مع الاختصاصي النفسي وتعالج الحمد لله، وكانت البراءة ديالو لأنه ما تحكمش، وقصتنا هنا سالات. وما تنسونيش بلي لايك، واللي ما مشتركش معايا يشترك في القناة وبارطاجيو واحد لي كومونتير زوين، وشكرا لكم.